السلام عليكم، وحشتوني ويا رب أكون وحشتكم. بُصّوا يا جماعة، أنا لَفَت نظري أوي الفيديوهات اللي بيعملها إخواننا السودانيين بنَفْسهم وبيتكلّموا عن اللي بيحصل في البلد. يعني في سودانيين محترمين كده بيطلعوا يعملوا فيديوهات بيناشدوا فيها السودانيين اللي زيّهم، لأ، اللي زيّهم اسمًا بس، بس مش إيه، مش طبعًا، مش بزي طباعهم. بيقولوا لهم إن أنتم خربتوا البلد، أنتم جيتوا خربتوا مصر. تخيل بقى لمّا يشهد شاهد من أهلها، أنتم جيتوا خربتوا البلد، كل ده والحكومة بتاعتنا مش واخدة بالها. أنا عايزة أقول لكم على موقف مثلًا حصل، أنا لسه جاية حالًا دلوقتي من وسط البلد، ماشية في العتبة، مش عارفة إيه اللي لَفَت نظري إن أنا عمّالة أبُص في الناس، لقيت معظم اللي موجودين حواليّا سودانيين، يمكن يكونوا عددهم أكتر من اللي موجودين في العتبة. وأنا داخلة الموسكي نفس الحكاية، برضه سودانيين، والله العظيم واحد بيسأل على عنوان، وقف واحد مصري يوصف سوداني يوصف للمصري، كده امشي كده مش عارف إيه، فأنا بابُص له كده، قام رَد البياعي اللي واقف قال لي: "ما هو أصلهم بقوا يعرفوا في بلدنا أكتر مننا، ما هي بقت بلدهم." فأنا مشيت، وبصراحة الكلمة دي وجعتني أوي وتعبتني، وفي نفس الوقت خوّفتني على البلد. البلد رايحة فين أنا مش عارفة. دول مش لاجئين يا جماعة، دول مش لاجئين، دول محتلين، دول مش لاجئين أبدًا، وعايزة الحكومة بتاعتنا تصحصح شوية. أنا دخلت، عارفين حارة طبعًا اللي من وسط البلد ومن منطقة الحسين والجمالية عارفين حارة اليهود. حارة اليهود دي ما يعرفهاش غير الناس القراريين بتوع اللي ساكنين الحسين والجمالية والحتت دي. معظم المحلات اللي فاتحة في حارة اليهود سوريين، سوريين، واللي شغالين عندهم مصريين. شُفتوا أنتم إحنا وصلنا لدرجة إيه؟ خير بلدنا مش لينا يا جدعان، مش لينا والله، خير بلدنا لغيرنا، للي إحنا جبناهم يحتلونا بمزاجنا، جبناهم يحتلونا. الكلمة دي ما هياش أبدًا يعني كلمة يعني الواحد بيقولها كده وخلاص، لأ دي كلمة وأنا أعنيها، أنا أعنيها من اللي شُفته. طول ما أنا ماشية عمّالة أبُص في وشوش الناس، باقابل ناس كتير جدًا، كتير جدًا سودانيين. طب وبعدين، وبعدين إيه اللي بيحصل ده؟ التدهور اللي إحنا فيه ده نتيجة طبيعية جدًا لكتر الناس دي عندنا. كون الدنيا تغلى علينا إحنا، وإحنا اللي نبقى مش لاقيين ناكل، وإحنا اللي مش قادرين نصرف على نفسنا من كتر الناس دي، هنجيب منين؟ هنجيب منين يقضّي كل الناس دي؟ ما فيش أبدًا بلد بتستقبل لاجئين بالطريقة اللي إحنا بنستقبلهم بيها دي. ماشي، ما عنديش مانع نستقبلهم، بس ما يقعدوش في وسط البلد، ما يقعدوش في وسط البلد وفي وسط البيوت. في مساكن اللي بتتأجر ديّة، مساكن دي تبقى تبع الحكومة، يقعدوا فيها مستقلين ومع نفسهم كده، بس ده هيبقى أخطر. دول لو اتجمعوا مع بعض هيعملوا عصابات، زي ما هم عاملين عصابات كده في فيصل وفي عين شمس. عين شمس دلوقتي وفي أكتوبر، عين شمس دلوقتي ما بقتش للمصريين، ما شاء الله ما شاء الله، دي بقت الصومال والجيزة. فيصل بسم الله ما شاء الله دي الخرطوم. 6 أكتوبر ما شاء الله ما شاء الله. مش عارفة بقى بصراحة. يا ريس، يا ريس اسمعنا، اسمعنا لو سمحت، الله يبارك لك اسمعنا. البلد بتاعتنا بقت في خطر، بلدنا بقت في خطر. إحنا ما ينفعش يبقى خيرنا لغيرنا وإحنا اللي نجوع، ما ينفعش ولادنا من كتر ما هم مش لاقيين والدنيا غالية عليهم تقوم تلطش في دماغهم يحودوا على المخدرات. اللي بيحصل في البلد كله نتيجة وجود كمية اللاجئين اللي عندنا في البلد. إحنا ضجينا، دي قنبلة موقوتة يا ريس، قنبلة موقوتة، وبقى في حزازيات بيننا وبينهم، في حزازيات. طول ما أنت ماشي المصريين بيتخانقوا مع السودانيين مش مع السوريين. الشعب السوري شعب محترم، ما بيجيش منه مشاكل ولا بيقلش أدبه، لكن الشعب اللي عندنا السوداني اللي عندنا في مصر
عصابات، عصابات، أسلحة بيضا تلاقي، مشاكل تلاقي، تكسير وخناقات تلاقي، حاجة كده إحنا ما نقبلهاش. ياس لو سمحت، لو سمحت بُص لنا بقى، بُص لنا بقى كشعب، إحنا جِبنا ناس تحتلنا، إحنا محتلين حاليًا، محتلين. زمان دخلوا الإنجليز والدنيا خربت عقبال ما خرجوا، ودخلوا مش عارف إيه ومش عارف إيه، حاليًا دخل بقى إن بالنسبة لنا اللاجئين. الحكاية لا محتاجة لا طيبة ولا حنية ولا حاجة، كل الناس دي بلادهم استقرت، يبقوا مع السلامة بقى، يبقى مع السلامة. شبابنا بيضيع يا ريس، شبابنا بيضيع، شبابنا مش لاقي يسكن، مش لاقي شغل، الدنيا غليت عليه. احنا نفسنا بنمشي. انا بكره الشهر اللي بيبقى 31، اليوم ال 31 ده بالنسبة لي بيعمل لي أزمة، بيعمل لي أزمة. الواحد بيقعد يكلم نفسه من أول الشهر، من أول ما يستلم المعاش لغاية ما يخلص. تخيل بقى لما يبقى شاب عايز يتجوز، عايز شقة، عايز مش عارف ايه، الدنيا كلها مولعة، يقولوا له بص إيجار الشقة بقى كام، إيجار الشقة بقى كام، هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ يبقى احنا بنفتح باب لشرب مخدرات، بنفتح باب للسرقة، بنفتح الباب للتحرش والاغتصاب. ما هو اللي مش لاقي بقى هيخبط بقى، اللي مش لاقي هيخبط. يا ريس لو سمحت، ده مطلب جماهيري، احنا مش عايزين لاجئين في بلدنا، عايزين اللي موجودين عندنا يا طالبين علم، طالبين علم بيتعلموا، ناس محترمة بتتعلم، ناس بيستثمروا بأدب وأخلاق، لكن أكتر من كده لأ. وبعدين نفرزهم بقى، ده جاي مع ورق، ده جاي رسمي، ده جاي مش عارف ايه الكلام ده كله، اي حاجة مش قانونية مع الف سلامة. والله بلدهم استقرت، احنا ذنبنا ايه؟ احنا ذنبنا ايه؟ نعيش الشوية اللي فاضلين لنا في هم ونكد وغم وغلاء، ذنبنا ايه؟ احنا عايزين نعيش في بلدنا، عايزين نحس بالنعمة اللي ربنا أنعم علينا بيها. ما تحرموناش من خير بلدنا، ما تحرموناش من خير بلدنا. ما تخلوش الشاب يبقى قاعد في البلد ما عندوش انتماء ليها، لان هو ما فيش خير بياخده من وراها، خيرها بيروح لغيرها، اللي عايشين بقرشيناتهم، اللي عايشين بقرشيناتهم يا ريس. احنا شبابنا وبيبقى يشتغلوا عندهم. لو سمحتوا يا جماعة، أنا عايزة الفيديو ده يلف في الدنيا كلها، عايزاه يوصل للريس، عايزاه يوصل للريس، عايزاه يوصل لحكومتنا. مش عشان انتوا مرتاحين والدنيا بالنسبة لكم بيس كده يبقى احنا نولع. أنا عايزة الفيديو ده يوصل للبلد كلها لو سمحتوا، أمانة عليكم، كل اللي يشوف الفيديو يشارك فيه. سلام عليكم.